رسميا خروج النادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا. في نبأ عاجل خرج النادي الأهلي رسميا من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوز الوداد الرياضي المغربي على أسك الإيفواري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأحد 14/8/2016، حيث بدأ المباراة بضغط كبير من فريق الوداد لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0-0. استمر الضغط من الوداد في الشوط الثاني حتى استطاع اللاعب عبد العظيم خضروف إحراز الهدف الأول للوداد في الدقيقة 59، ثم استطاع فريق أسك تعديل النتيجة إلى 1-1 في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب زكري. ضغط الوداد مرة أخرى وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب فابريس أونداما، لتصبح النتيجة 2-1 وتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ليكون جدول المجموعة بهذا الشكل. في المركز الأول الوداد البيضاوي ب10 نقاط، ثم زيسكو في المركز الثاني ب8 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث ب5 نقاط، ثم أسك في المركز الرابع ب4 نقاط. وبهذا الترتيب يصعد الوداد البيضاوي وزيسكو مباشرة ورسميا إلى الدور التالي، ويخرج الأهلي وأسك رسميا من البطولة.